أعلن ريال مدريد فتح إجراءات تأديبية داخلية بحق لاعبيه فيدريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني عقب المشادة التي وقعت بينهما خلال إحدى الحصص التدريبية قبل مواجهة برشلونة بالدور الإسباني. وأوضح النادي الإسباني في بيان رسمي أن القرار جاء بعد الأحداث التي شهدها مران الفريق الأول، مؤكداً أنه سيكشف لاحقاً نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة بعد الانتهاء من مراجعة الواقعة داخلياً. وبحسب تقارير إعلامية، فإن التوتر بين اللاعبين بدأ خلال تدريبات سابقة قبل أن يتطور إلى شجار داخل مركز فالديبيباس التدريبي، ما أدى إلى سقوط فالفيردي وارتطامه بطاولة، الأمر الذي تسبب بإصابته في الرأس ونقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وأكد ريال مدريد في بيان طبي منفصل أن الفحوصات أظهرت تعرض فالفيردي لإصابة في الجمجمة والدماغ، موضحاً أن اللاعب يقضي فترة نقاهة في منزله، وسيحتاج إلى راحة تتراوح بين 10 و14 يوماً وفق البروتوكول الطبي المعتمد. وقال لاعب الوسط الأوروغواياني إن الضغوط والإحباط الناتجين عن الموسم الصعب ساهما في تصاعد التوتر داخل غرفة الملابس، معرباً عن أسفه لما حدث واعتذاره لجماهير ريال مدريد. وأضاف فالفيردي أن ما جرى تم تضخيمه إعلامياً، مؤكداً أن الخلافات بين اللاعبين تنتهي عادة داخل الملعب وغرفة الملابس، وأنه سيبقى دائماً مستعداً للدفاع عن زملائه والفريق. وتأتي هذه الأزمة في توقيت حساس للغاية بالنسبة للنادي الملكي، الذي يستعد لمواجهة حاسمة أمام برشلونة قد تحدد مصير لقب الدوري، وسط غموض بشأن إمكانية مشاركة فالفيردي بعد إصابته، واحتمال فرض عقوبات داخلية للاعبين قبل اللقاء المنتظر. من جانبه خرج فالفيردي ببيان مطول نفى فيه تعرضه للضرب من قبل تشواميني، مشدداً على أن الإصابة جاءت نتيجة اصطدام عرضي بطاولة أثناء نقاش حاد بينهما.